السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ يسرى. اليوم غادي ندير معكم واحد الحلوه دوازتاي. حنا باقيين في اطار حلويات دوازتاي. حلوه الهلال غنيه عن التعريف، كتجي زوينه بزاف، تجي مرمله، حلوه اقتصاديه، ما فيهاش بزاف المكونات وما فيهاش بزاف ديال الخدمه. كنخدموها مره واحده وكندخلوها الفران، كتجي زوينه بزاف، لذيذه مقرمشه ومرمله، كتجي صراحه زوينه بزاف. ان شاء الله حتى نتوما غادي تجربوها وغادي تعجبكم. بقاو معايا تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير ديال هذه الحلوه في هذا الفيديو. السلام عليكم. لهذه الوصفه غادي نحتاجوا 4 أكواب ديال الدقيق من نوعيه جيده، قبصه ملح، 125 غرام زبده، كوب الا ربع سكر، ملعقتين كبار نشا، 8 غرام من خميره الحلويات او البيكنج باودر، كوب من الفول السوداني متحمر ومطحون، بيضه كامله تكون من حجم كبير، وكوب ديال الزيت. وهنا عندي انا مع السكر عندي معلقه صغيره ديال الفانيلا. بسم الله نبداو. غادي ناخذوا الزبده نديروها في واحد الاناء. هنا الزبده من الافضل تكون بحراره الغرفه باش تساعدكم في الخدمه. غادي نضيفوا عليها السكر والفانيلا، نضيفوا عليها الملح، نخلطوا هاد المكونات مزيان. بالنسبه للزبده اللذه كتجي زوينه في هاد الوصفه. نضيفوا الزيت، ثم نضيفوا البيضه، هنا غادي نضيفوا الفول السوداني، نضيفوا النشا، نخلطوهم مزيان. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا نبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه، نضيفوا خميره الحلويات، وهذه العجينه ديالي من بعد ما جمعتها كتجيني على هذا الشكل. شات ليا هنا واحد شويه ديال الدقيق، تقريبا واحد 30 ولا 40 غرام. وهذا هو العجين ديالي. انا غنديرو ما بين جوج ديال البلاستيكات، او تقدروا ديروه ما بين ورق الطبخ، وغادي نسرحوه على هذا الشكل بحال الصابلي. وهنا من بعد ما سرحنا العجين ديالنا على هذا الشكل، غادي نجيبوا القطاعه. انا غادي نختار هذه نقطع بها، ولا عندكم مرشه من الهلال يكون احسن. على هذا الشكل نديروه في صفيحه الفرن عليها ورق الطبخ.
نبقاو على نفس الطريقه حتى نكملوا العجين ديالنا كامل. وهنا من بعد ما كملنا العجين ديالنا كامل في التشكيل، غادي نجيبوا واحد بيضه كامله، غادي نضيفوا معها قطرات ديال الخل، ندهنوا بها الواجهه ديال الحلوه على هذا الشكل. وغادي نجيبوا اللوز ايفيلي وغادي نديروه من الفوق على هذا الشكل. من بعد ما زينا الحلوه ديالنا باللوز ايفيلي، غادي ندخلوها الفران اللي مسخن من قبل على 180 درجه العافيه من التحت ومن الفوق، ودغيا كيطيب معنا هذه الحلوه تقريبا 15 دقيقه ونرجع معكم. وهذه الحلوه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران خليتها بردت شويه وحطيتها في طبق التقديم. كي كتشوفوا منظرها زوين محمره، شكلها ومذاقها لا يعلى عليه صراحه، بنينه بزاف. كتاخذش منكم وقت في الفران 15 18 دقيقه. مكوناتها اقتصاديه، اغلبيه موجوده في كل بيت. ديما كنقلب لكم على حوايج اللي كانوا اقتصاديين. مع هذا الغلا بنادم كيقلب على شويه حاجه خفيفه على الجيب. هذه راها زوينه بزاف وبنينه وكتحمر الوجه. ان شاء الله غادي تجربوها وتعجبكم. بالنسبه للمقادير خليت لكم المقادير بالكوب وبالغرام في صندوق الوصف، غادي تحتاجوهم. وهكذا يكون اخر فيديو ديالنا. ما تنسونيش من اللايك والتعليق اللي كيشجعني، واللي باقي ما دارش اشتراك في القناه ديالي مرحبا به. والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد من قناتكم مطبخ يسرى.